السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة جدا. كنا النهاردة محتارين نعمل إيه، حلويات. طبعا بالنسبة لشهر رمضان الكريم، طبعا ما يعني بالنسبة للحلويات اللي هي القطايف والبسبوسة والكنافة والزلابية وبلح الشام، طبعا أنا حبيت إن أنا أعمل وصفة للأولاد تكون سهلة وغير مكلفة في نفس الوقت، وتكون خفيفة. ففكرت ان انا اعمل كنافة بالمانجا، ولقيتها تكاليفها قليلة جدا، فحبيت اعمل وصفة واشاركها مع حضراتكم. زي ما انتم شايفين، هخليها تطلع معاكي الخرطة بخرطتها زي كده، وبايركس كنافة زي كده يكفي 10 افراد على الاقل. طبعا حضرتك عايزة تعرفي الشيف ابراهيم حسن عمل ازاي الكنافة بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة. يلا. ماشي. وطبعا عشان حضرتك تعملي الكنافة بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، او تسويها ازاي او تحمريها ازاي. اول حاجة هنحط الكنافة بتاعتنا في الفريزر لمدة نص ساعة بالظبط. وبعد ما تطلع من الفريزر هتبدأي حضرتك تفركيها فركا مبرحا، او تضربيها في الكبة. بس انا هنا في الفيديو ده عملت ايه، مسكت الكنافة فركتها فركة محترمة، وبعد كده حطيتها في صينية ودخلتها تحت الشواية مع التقليب المستمر، مع كوباية سمنة سايحة. يعني قطعت الكنافة، وبعد كده فركتها فركة محترمة، وبعد كده قلبت عليها كوباية السمنة ودخلتها تحت الشواية مع التقليب المستمر. يعني ما تسهيش عنها. مع التقليب المستمر في الأثناء دي بنكون حاطين حلة على النار فيها كوبايتين سكر مع كوبايتين مية. مع ساعة الغليان بالظبط هتعصروا عليهم عصرة الليمونة الجميلة. طبعا بعد ما الكلام ده يخلص هنجيب الشربات بتاعنا، ونجيب الكنافة بتاعتنا، ونقلب السيرب بتاعنا الجميل، ونبدأ نجيب البايركس المحترم بتاعنا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده بالظبط. ونبدأ نحط أول طبقة كنافة، مع انك تدكيها جامد او تضغطيها جامد في قلب البايركس بتاعنا، عشان لما نيجي نقطعها تطلع كل خرطة زي اختها بالظبط كده. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهوت، حطينا اول طبقه، وتاني طبقه هنحط كريم شانتيه. كريم شانتيه ده هنجيب كيسين كريم شانتيه، كل كيس منهم بياخد نص كوبايه لبن. لو حابه حضرتك تحطي لبن ساقع نص كوبايه لكل كيس، لو حابه حضرتك تحط ميه يبقى نص كوبايه لكل كيس. يعني كوبايه ميه مليانه ساقعه، او كوبايه لبن ساقعه للكريم شانتيه. يعني يا ميه يا لبن، يا ميه يا لبن. مش هقول تاني، يا ميه يا لبن. كده احنا حطينا اول طبقه من الكنافه وضغطناها ضغطه محترمه، وبعد كده حطينا طبقه كريم شانتيه، وتالت طبقه تاني طبقه كنافه، ونفردها زي ما انتم شايفين مع حضراتكم فردة محترمة برضو، عشان نبدأ نطلع الكريم شانتيه ونحطه على الوش زي ما انتم شايفين كده. كده في الأثناء دي طبقة الكنافة الأولانية حطينا عليها معلقتين شربات عشان تتماسك معانا برضو، واحنا بنقطعها تطلع معانا زي قطعة الجاتو أو قطعة الكيك. حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا أهم حاجة ما تنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناة. وطبعا لو عند حضرتك أي استفسار هتبعت لنا على الصفحة، واحنا مش هنبخل عليك بالرد خالص. زي ما انتم شايفين بالاسباتيولا بتاعتنا، وهنبدأ نساوي الكريم شانتيه. احنا كده واحنا حطينا الطبقة الأولانية حطينا عليها معلقتين شربات برضو، وفي المرحلة التانية هنحط معلقتين شربات برضو. طبعا في الأثناء دي هو ده كده الوش الأخير بتاعنا. طبعا في ناس هتقول لك طب أنا ما عنديش مانجا يا شيف. ماشي، أقول لك ممكن نجيب فراولة ونقطعها قطع صغيرة، ونبدأ نحط على الوش زي ما أنا بحط كده بالظبط. في ناس برضه هتقول لك طب انا ما عنديش مانجا ما عنديش فراوله. ممكن نجيب فاكهه مجففه من السوق ونبدا نقطعها على الوش. ولو حابه تحشي الطبقات بتاعت الكنافه بالمانجا من جوه، ما فيش مشكله خالص. مش عايزه تحشي وعايزه تعملي الوش بس، ما فيش مشكله خالص. دي حاجه حلوه، اقتصاديه، موفره. البايركس ده يوكل 10 أفراد مرتاحين، كل واحد قطعة كويسة. الحلو بتاعها مش عالي خالص، حاجة بسم الله ما شاء الله خفيفة
وكل الناس هتاكلها وهتدعي لك وهتكون مبسوطة. وما تنساناش في الدعاء. زي ما انتم شايفين كده احنا بنحط المانجا بتاعتنا بنقسمها بالتساوي او بنفردها بالتساوي على الوش عشان يطلع في الشكل النهائي اللي حضرتك شايفاه اهوت. حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا عند حضرتك اي استفسار او عند حضرتك اي سؤال ما ابعت لنا واحنا هنكون حاضرين بالجواب على طول ان شاء الله. طبعا في نهاية الفيديو يا جماعة بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء آخر إن شاء الله.